يا صباح الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنملى البيت خير. اول حاجه هنفرزها التوم. هنحطها في الفريزر، وكمان هنعمل فول مدمس في البيت بطريقه سهله خالص، وهيستوي معاكي في ساعتين بس. يعني ساعتين، ساعتين ونص هيكون مستوي معاكي احلى فول. وكمان هقولك على مكونين سحريين بيتحطوا عليه بيخلوه زبده فعلا. مكونات سهله خالص، يعني بنصلي على النبي ونبتدي في الوصفه اللي هي افضل الصلاه والسلام. اول حاجه ده عندي فول مدمس بلدي. لازم تقولي للعطار كده: انا عايزه فول مدمس، بس عايزاه بلدي. البلدي ما بياخدش وقت خالص، وبيكون فاتح ومش بيسود منك خالص. تمام. والحبايه بتاعته كمان لما بتنقعيها بتتضاعف حجمها، بيبقى بالشكل ده صغير كده ولونه فاتح. تمام. انا ده كيلو من الفول المدمس البلدي. هحط عليه مج كده. تمام. عليه فول مدشوش اللي هو بتاع الطعمية، الفول المدشوش. طبعا انا فرست معاكم الطعمية في الفيديو اللي فات، روحوا شوفوه. بجد حلو قوي، الحاجات دي خير في البيت. فرزي الفول، فرزي الطعمية. اعملي حاجتك في البيت. الحاجة دلوقتي بقت غالية. بتروحي تجيبي كيس الفول ب10 جنيه، بيديكي شوية صغيرين خالص ما يعملوش طبق اصلا. فليه؟ ده كيلو فول عليه مج كده فول مدشوش، اللي هو الفول بتاع الطعمية، فول مدشوش او اللي احنا بنعمل بيه البصارة. بس كده. وحطيت عليهم مية، مليت الحلة عليهم مية وهنقعهم ليلة كاملة. تمام كده. تمام. لازم تنقعيه ليلة كاملة لغاية لما يتضاعف حجمه، مش اقل من 8 ساعات تنقعيه، ويفضل 12 ساعة كمان. انا عملته مثلا من 10 بالليل، وعملته الساعة 10 الصبح. هسيبه ليلة كاملة وهرجع لكم تاني وهوريكم حجمه اتضاعف ازاي. هنا بقى كان خلاص ليلة كاملة عدت، رحت شطفته بالمية، كبيت المية اللي عليه وغسلته كذا مرة بالمية، وحطيته في حلة من حلة الضغط كده. تمام. انا النهاردة هعمل حلة الضغط، هعمله في حلة الضغط. بياخد معايا بالظبط ساعتين ونص، او ساعتين، ساعتين ونص بالكتير. حابة تعمليه في الحلة العادية برضو بينفع، وكل حاجة بياخد معاكي من ساعتين ونص ل3 ساعات، على حسب برضو الفولة اللي انت جايباها. حطيت عليها مع طماطمية كبيرة مقطعاها مكعبات، ما تخافيش، مش هتغمق خالص الفول معاكي. وحطيت كمان جزرتين كبار مبشورين، وحطيت ليمونتين مقطعاهم صغير كده زي طرنشة. وكمان هضيف بتاع نص مج من العدس الاصفر. ده اختياري، انا بحب اضيفه، بيديله لون حلو وكمان تيست حلو قوي، مش بيبقى باين لما بيستوي، بيبقى مهري ومش بيبان. تمام. وهحط بقى المكون السحري الاول اللي هو خل. حطيت بتاع اقل من ربع مج من الخل، او يعني اقل من ربع يعني. تمام. يعني ممكن في قيمة معلقتين كبار من الخل. وحطيت معلقتين سكر. ما تخافيش، مش هيبقى طعمه مسكر ولا اي حاجة، ولكن السكر والخل بيخلوه زبدة معاكي مستوي جدا. كمان الخل كمان بيفتح لونه، مش بيخليه يغمق. فالحاجات دي مهمة لازم تعرفيها. يبقى هقول المكونات تاني بسرعة. كيلو فول مدمس بلدي، عليه مج فول مدشوش، عليه كمان جزرتين كبار مبشورين، طماطمية كبيرة مقطعة مكعبات، نص مج من الفول من العدس الأصفر. وكمان حطيت ليمونتين مقطعاهم طرنشات، ومعلقتين كبار من الخل، ومعلقتين سكر، وكمان معلقة بابريكا، وربع معلقة من الكركم. ربع بس عشان ما يمررش منك. ايه فايدة الكركم والبابريكا؟ بيديله لون حلو وتست حلوة قوي قوي قوي. تمام. وبعد كده كنت غالية مية. لازم بقى اهم خطوة في ده كله، لازم تضيفي للفول المدمس بتاعك لازم تضيفي له مية مغلية. لو ضفتي له ميه بارده هتلاقيه جلد معاكي وهياخد سوا كتير. لما تضيفي له ميه مغليه مش هياخد سوا معاكي خالص، وهيطلع معاكي زبده ومش هياخد اي وقت خالص. اديت له تقليبه كده. وبعد كده افتكرت ايه بقى اللي ما حطيتهوش في حاجه مهمه، ما حطيتهاش هتدي لها ريحه حلوه وطعم حلو برضو، اللي هو التوم. جبت بتاع 5 6 فصوص توم كده، ورحت هقطعهم دلوقتي زي طرنشات عليه. تمام. التوم من الحاجات الحلوه خالص اللي بتدي تست حلو قوي للطعميه، عجينه الطعميه وكمان الفول المدمس. فجربي كده الفول ده بالطريقه دي، سهل خالص ومكوناته بسيطه. ممكن تستغنى عن البابريكا، ممكن تستغنى عن العدس،
براحتك خالص. تمام. الفول برضو المدشوش في ناس بتستغنى عنه، بس انا بحب احطه. اول حاجة بيزود الكمية، تاني حاجة بيفتح لون العدس الفول معايا ومش بيبقى باين. تمام. اديت له تقليبه كده، وهغطيه بقى بالحله بتاعتي وهحطها على نار عاليه لغايه لما تغلي كويس قوي، وبعد كده ههدي عليها النار. بالظبط بالظبط اخدت معايا ساعتين ونص، والله العظيم تاني ساعتين ونص، وفتحت عليها لقيتها مستويه جدا جدا جدا. كده الفول المدمس ده من الحاجات اللي لازم تبقى في البيت عندك. دلوقتي كل حاجه بقت غاليه بره، عجينه الطعميه لو اشتريتيها من بره غاليه، الطعميه الجاهزه حتى لو اشتريتيها من بره غاليه، سندوتش الطعميه غالي، الفول غالي، كل حاجه غاليه. جيبي الكيلو وفرزيه للشهر، كل شهر كده فرزي. تمام. ودخل عليك رمضان اهو، هتحتاجي ان انت تفرزي كل يوم فول. على بقى من الفول بتاعنا ما يستوي بقى هنعمل التوم المفرز برضو. ده كان عن كيس كده عند بتاع الخضار، متفصص جاهز يعني. كان عامل بتاع 100 جنيه، مش عارفة يعني كده غالي ولا رخيص، بس هو كان عندنا كان عامل 100 جنيه الكيس ده، بس هو كان كبير يعني، بسم الله ما شاء الله. حطيته في الكبة بتاعتي، وهنفرمه بقى وهنفرزه ونحطه على اي اكل عندنا احنا حابين نعمله بقى، ملوخية، طشة، اي حاجة بقى. ممكن تعملي فول بقوطة، اي حاجة تستخدميها فيها بتبقى حلوة، وطحينة. حطيت بقى ايه معلقة من الملح، معلقة كبيرة من الملح، او يعني مش معلقة كبيرة مليانة يعني، مبسوحة كده من الملح. حطيت بتاع ربع كوباية من الزيت، وهضربه كويس قوي لغاية لما يبقى ناعم. تمام. انا مش عايزاه ناعم قوي، انا عايزاه زي مجروش كده. فانا ابتديت اضرب كده بالطريقة دي، وابص عليه لو لقيته لسه محتاج تاني بضربه. كده كان جاهز معانا. بتجيبي اي بقى علب تلاجة او علب خزين، اي حاجة عندك بتحطيها. في ناس بتحطها في برطمانات، في ناس بتفرزه في اكياس، بتعملوه زي المكعبات كده في اكياس وتفرزه. انا بحب احطه في علب تلاجة زي كده، وابتدي اخد منيه براحتي خالص، نص معلقة، باخد منيه معلقة. هو كده كده مش بيبقى مجمد عشان الزيت اللي فيه. تمام. جبت كمان علبة الحلاوة الطحينة دي، كانت غسلها كويس قوي، وبحط فيها اي حاجة برضو. تمام. كان فاضل شوية من التوم كده، فابتديت مليت برضو العلبة التانية دي. ولازم عشان خاطر التوم بتاعك ما يجمدش قوي، عشان تعرفي تاخدي منيه بالمعلقة. تمام. حط على وشه شوية زيت. تمام. شوية زيت يعني، ممكن معلقة زيت هنا ومعلقة زيت هنا، بس كده. ده هيحافظ ان التوم بتاعك ما يتلكش، وهتعرفي تاخدي منيه بالمعلقة بقى، نص معلقة، ربع معلقة، معلقة كاملة، هتعرفي تاخدي منيه براحتك خالص. تمام. هنا بقى بوريكم الشكل جميل خالص اهو. بتحطيه بقى في الفريزر، وبتطلعيه على طول وقت الاكل، وبتاخدي منيه اللي انت عايزاه، وبتحطيه تاني في الفريزر على طول عشان ما يسودش منك. تمام. ما تسيبهوش يفك خالص وبعد كده تفرزيه تاني. خدي منيه وحطيه في الفريزر على طول. كده احنا خلصنا التوم، ودي كانت العلب بتاعتي اهو، هحطها في الفريزر. وخلاص على كده خلصنا التوم. يلا بقى نشوف، نبص على الفول كده زمانه استوى. هنا الفول بتاعي كان استوى. هنا الكاميرا طبعا ظالمه اللون ما كانش غامق بالطريقه دي خالص، كان فاتح، وكان لونه عامل زي الزبده كده يعني. كان مستوي قوي قوي قوي. هوريكم دلوقتي ان هو كان ازاي. شايفين الفولايه بتتهري معايا بسرعه ازاي، دي من معلقه. انا كمان مبطئه لكم الفيديو. بصراحه كان خطير خطير خطير. جربوه في حله الضغط، مش هياخد معاكم وقت كتير، وفي نفس الوقت هيطلع معاكم. حط المكونين اللي انا قلت لكم عليهم، اللي هو الخل والسكر، هيخلوها تسرع معاكي عمليه السوى، ومش هتاخد اي وقت خالص ان شاء الله. يعني جربوها، وقولوا لي برضو انتوا بتفرقوا يعني بتدمسوا الفول ازاي. ممكن برضو استفاد منكم واعمل بالطريقه بتاعتكم، ممكن تطلع حلوه. بس كده. قولوا لي برضو بتضيفوا حاجه تانية غير اللي انا ضفتها، او ممكن بتلغوا ايه مثلا من اللي انا ضفته بيطلع حلو. هنا بقى جبت الكوبايه بتاعه الهاند بلندر دي، وحطيت فيها الكيس بتاعي. انا بحب بقى كوبايه الهاند بلندر دي، بحب اكيس فيها الحاجه، ما بتبهدلش بقى حواليا والكلام ده. حطيت كميه الفول اللي انا محتاجاها. الكميه دي طبعا تعمل لي طبق كبير، بسم الله ما شاء الله يعني. فانت بقى بتكيسي الكميه اللي انت بتكفيكي او بتكفي بيتك. فانا الكميه دي حلوه جدا 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 بعملها، وبيفضل كمان في الطبق لتاني يوم. يعني فاهمين قصدي؟ يعني ممكن الطبق ده اعمل لك طبقين متوسطين كده، او طبق كبير. حلوه قوي قوي. شايفين اصلا الفول اهو لما بطلعه من الحله بتحسوه ان هو فاتح. شايفين لما هو في الحله كده، حاسين الميه بتاعته غامقه، بس هو والله العظيم كان لونه حلو قوي.
ولا فاتح قوي اللي هو ابيض، ولا اللي هو غامق قوي اللي هو مسود، لا، كان لونه حلو كده لذيذ. وكان كمان طعمه حلو قوي، وكان ريحته كانت قلبة البيت كله. يوم عجينة الطعمية ويوم الفول لما باجي ادمسه البيت كله تمام، بيبقى ريحته حلوة جدا. يعني البيت بتاعك مليان خير. تمام، زي ما قلت لك قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع الطعميه، قلت لك انت لو ما عندكش اي حاجه او في اخر الشهر هتعملي ايه؟ هتطلعي كيس فول، اعملي مثلا فول بقوت، اعملي فول بالسمنه البلدي، جنبيه عجينه طعميه عندك في الفريزر، بيبقى يوم تحابيش حلو. فاهمين قصدي؟ آه فالحاجات دي بتبقى حلوه في البيت، غير ان انت بتشتريها من بره. على الاقل انت عاملاها في البيت، عارفه انت حاطه مكوناتك ايه، والنظافه بتاعتك طبعا. فانت عارفه انت بتحطيه في الفريزر، هو سواء هو او عجينه الطعميه، وبتطلعيها قبل ما تستخدميها تفك شويه. وبعد كده بقى براحتك بقى بتهرسيها بالهاند بلندر، بالشوكه، بالمعلقه، بتحطيها على النار كده. فبراحتك خالص. ليها كذا طريقه، الفول ده ليه مليون طريقه. داخلين على رمضان اهو، هنعمل وصفات كتير قوي بالفول للسحور. كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني هو خلاص يعني رمضان في يوم 1/3، فكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا متجهز له من دلوقتي، بس طبعا مش الفول يعني مش هندمس له من دلوقتي، لسه الفول ده هيخلص وهنعمل. انا كل شهر بصراحه بدمس فول يكفيني الشهر، بدمس فول، وكمان بعمل عجينه طعميه تكفيني الشهر. انا مش بعمل فول في بيتي كل يوم او طعميه كل يوم، بس هو بيبقى موجود في الفريزر وقت لما بحتاجه بطلعه على طول. هنا شايفين الكميه، عملت معايا كميه محترمه حلوة قوي، بألف هنا وشفا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. طعمه كان خطير بجد. حط عليه شوية كمون، شوية زيت، شوية ملح، وكلي احلى فول مدمس بيتي. محدش هيصدق اصلا انت عاملاه من البيت، هيفتكرك شارياه جاهز. وكمان انت بتشتري جاهز بيبقى طعمه مش حلو قوي كده. ان شاء الله يعجبكم. قولوا لي برضو رأيكم في التعليقات، وقولوا لي زي ما قلت لكم انتوا بتدمسوه ازاي، مش هنستفيد منكم برضو، ونعمل يعني اعمل بنفس طريقتكم برضو بألف هنا وشفا. متنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.